أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وحلقة جديدة من أخبار القاهرة تأتيكم متضمنة موجزا لأهم الأنباء وجولة إخبارية لأهم عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح الغد. إليكم أولا مشاهدينا الكرام موجزا لأهم الأنباء. الدولة المصرية استعادت هيبتها ولن يستطيع أحد المساس بها. كلمات استهل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته المفاجئة لكلية الشرطة فجر اليوم بحضور اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حيث أثنى الرئيس السيسي على الروح العالية والقدرات القتالية التي يتمتع بها طلاب كلية الشرطة. الرئيس السيسي تفقد الطابور العسكري الصباحي للطلبة وطالبات الكلية، وتابع تدريبات الإعداد البدني ومهارات الفنون القتالية للطلبة. كما شارك رئيس طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة وتناول معهم وجبة الإفطار. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة مفاجئة إلى كلية الشرطة بحضور السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حيث تفقد سيادته الطابور العسكري الصباحي لطلبة وطالبات الكلية، وتابع تدريبات الإعداد البدني ومهارات الفنون القتالية للطلبة، حيث اطمأن سيادته على عملية إعدادهم والكفاءة التي يتمتعون بها. وعقب انتهاء الطابور العسكري شارك السيد الرئيس طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، ثم شهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة في حمام السباحة. انتم حراس مصر اللي تسهروا عشان تحموا شعب مصر، عشان يعيش في امان وفي سلام وفي استقرار، ويبقى أي محاولة للمساس بأمن مصر أنتم تتصدوا لها. أنا بقول للمصريين اطمئنوا، اطمئنوا، لأن احنا هنا مستعدين نقدم أرواحنا ودماءنا عشان هم يعيشوا في الأمان اللي احنا بنتكلم عليه ده. مهمة صعبة لكن انتم أهل لها، وإن شاء الله تبقوا دايما قادرين عليها، ومحدش أبدا يقدر يمس الدولة المصرية. ومش كتير ان اقول ان الدولة المصرية رجعت مرة تانية. الدولة المصرية رجعت دولة مرة تانية، وان شاء الله لن يستطيع احد المساس بها. وفي ختام زيارته للكلية تناول السيد الرئيس طعام الإفطار مع طلبة وطالبات الكلية، ونقل لهم تحيات كل المصريين لما يبذلوه من جهد استعدادا لتولي حماية أمن مصر والحفاظ على استقرارها، مطالبا المصريين بالاطمئنان، مؤكدا أن الدولة المصرية قد استعادت هيبتها. اللي أنا شفته، الروح اللي موجودة والمستوى اللي موجود والقدرة اللي موجودة، وأنا بهنيكم على اللي أنا شفته النهاردة. بشكر السيد وزير الداخلية والسادة أعضاء هيئة تدريس الكلية على الجهد ده، وبطلب منكم المزيد. خلونا نجهز أبنائنا ونجهز، يعني وانا لما اقول ابنائنا واقصد بيها ابنائنا من لان انا شايف يعني فتيات جنب الشباب موجوده هنا، فبنجهز ابنائنا وفتياتنا، بنجهز ولادنا ان هم يحموا مصر، يحموا مصر ويحموا شعبها. وزي ما قلت كده في الصبح
لما في بداية الطابور وأنا بقول إن إحنا موجودين عشان نوفر الأمن لأهلنا والاستقرار. والأمن ده مش بس يعني ضد الإرهاب، لا، ضد أي شكل من الأشكال اللي تعكر على المصريين حياتهم. المرور ده أمن، المرور أمن. مكافحة أي شكل من الأشكال الانفلات ده أمن. مش عايز أقول بلطجة، لأن إحنا ما فيش عندنا بلطجة، ومش هنسمح إن حد يبلطج في مصر على الدولة ولا على الناس. فبيكوا انتوا، بتضحياتكم انتوا، فده مقدر من كل المصريين. لأن في الآخر اللي موجود معايا هنا أو اللي أنا شفته في الكلية هم أولاد مصر، أولاد الشعب المصري، أولاد كل أسرة مصرية موجودة من اسكندرية لغاية أسوان. فهم بعتوا أولادهم وبعتوا بناتهم هنا، وهم عارفين كويس قوي، وهم بيقدموهم إن هم مش بيقدموهم غير عشان خاطر يقوموا بمهمة عظيمة جدا ومهمة مقدسة وشريفة، هي حماية وطن وتأمينه من أي شرور. فكان لابد إن أنا أجي لكم النهاردة. أنا طبعا عارف إن الكلية بقى لها فترة كبيرة يعني موجودة هنا، ودخلوا على 90 يوم. هل ممكن أقول إن هم ينزلوا النهاردة عشان برضو نفرح أسرهم بيهم؟ وأعرب الرئيس عن سعادته بما لمسه من روح عالية وقدرات قتالية لطلبة الكلية، موجها الشكر للسيد وزير الداخلية وأعضاء هيئة تدريس الكلية لحرصهم على تجهيز الطلبة والطالبات لحماية مصر وشعبها ولتوفير الأمن والاستقرار للبلاد. تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي متفرع منه 3 أنفاق آخرين على الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح. وقد وجد داخل النفق غرفة تحكم رئيسية تتوسط جسم النفق وكابلات اتصال وكهرباء وسماعات لتكبير الصوت وماسورة أكسجين. في إطار حملاتها المستمرة لضبط السوق الدوائية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بالتعاون مع إدارة مباحث الأحداث بالقاهرة عن ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة النزهة الجديدة يحتوي على أدوية مهربة ومجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة وممنوع تداولها داخل مصر. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قال إن المخزن يحتوي على كمية كبيرة من مادة مخدرة تصل إلى 550 كيلو جرام، إضافة إلى وجود زجاجات أدوية وميزان حساس وكميات كبيرة من الزجاجات الفارغة وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات. وأشار إلى أنه تم التحفظ على كل محتويات المخزن وإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستكمال باقي الإجراءات القانونية بهذا الشأن. من ناحية أخرى، شنت لجنة تفتيش بوزارة الصحة حملة مكبرة على 6 مستشفيات بالقاهرة والجيزة، وأسفرت الحملة عن اكتشاف عدة مخالفات جسيمة تقرر على أثرها إيقاف مدير الرعاية المركزة ومدير وحدة الكبد بإحدى تلك المستشفيات، كما تقرر إيقاف رئيس قسم الطوارئ بمستشفى آخر والتحقيق معه بسبب عدم وجود الأطباء بالقسم. كما قررت إيقاف مدير وحدة المبصرين بذات المستشفى لتوقف عدد من وحداتها دون صيانة. الغش في الغذاء والدواء كان هو موضوع الرئيسي لخطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمسجد الحسين. خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان أمانة الصانع والتاجر أكدت أن الغش في الغذاء والدواء من أبشع أنواع الغش وأنه يجب تغليظ العقوبة. قدمنا لكم مشاهدينا الكرام في مستهل أخبار القاهرة موجزا لأهم الأنباء. بعد الفاصل وجولة إخبارية لأهم عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم.
مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونناقش معكم أهم ما كتب في صحف القاهرة الصادرة صباح الغد السبت. معنا ومعكم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد يوسف العزيزي. برحب بحضرتك أستاذ محمد، منورنا دايما في أخبار القاهرة. أهلا بيك. أهلا يا أستاذ محمد، أهلا بيك. دعنا نبدأ بالعناوين الرئيسية، ونبدأ من جريدة الأهرام، ويمكن طبعا في كل صحف اليوم، والزيارة اللي قام بها الرئيس السيسي صباح اليوم لطلبة كلية الشرطة. الأهرام كتبت: الرئيس يزور كلية الشرطة فجرا ويتابع إعداد الطلبة بدنيا وقتاليا. أما نلاقي في المصري اليوم: بالسيسي لن يستطيع أحد المساس بهيبة الدولة، والرئيس يحضر تدريبات كلية الشرطة في زيارة مفاجئة فجرا. أما في أخبار اليوم كتبت أيضا في إطار هذا الموضوع: الرئيس مع طلاب كلية الشرطة في زيارة مفاجئة، الدولة المصرية استعادت هيبتها ولن يستطيع أحد المساس بها. الجمهورية: الرئيس فاجأ كلية الشرطة فجرا، والدولة المصرية استعادت هيبتها ولن يستطيع أحد المساس بالوطن. شوف يا سيدي، طبعا الزيارات اللي بيعملها الرئيس لكلية الشرطة، وقبل كده كان قبل كده الكليات العسكرية، والحالة اللي بتحصل مع كل زيارة أنا شخصيا بتسعدني على المستوى الشخصي، لأن أنت في رئيس تحس إن هو سهران مش نايم. يعني بيصحى بدري، بيتابع أهم مرتكزات الدولة، القلب الصلب بتاع الدولة بيطمن عليه، سواء في القوات المسلحة أو في الشرطة، فده بيطمني. الحاجة التانية إن أنا بتابع برضو الصور زي ما احنا شفنا في التقرير كده، تطمن على أبنائك وعلى جنود المستقبل وعلى فكرة الأمن. ده في حد ذاته يا أستاذ محمد بيديك إحساس الأمن. يعني صحيح. في فرق بين إن أنت تبقى يعني آمن، ماشي في مكان آمن محدش هيطلع عليك يثبتك أو ياخد منك حاجة أو يسرقك أو يضربك أو أي حاجة، وفرق الإحساس بالأمن نفسه. إن أنت عندك حالة نفسية من جوه، حاسس إن أنت مستريح. صحيح. الزيارات دي رغم إن هي بتقدم رسائل أيضا سواء للداخل أو الخارج، إن الدولة المصرية واقفة على رجليها رغم كل اللي بيحصل، فهي بتعد وبتقوي من أساس الدولة في فكرة الأمن. ولما يبقى أنت عندك صورة الأمن واضحة ومحددة وأنت عندك جاهزية ليها، فده أيضا بدي مؤشر لأشياء كثيرة. استثمار يبقى جاي آمن، رجال الأعمال يبقى جايين آمنين، السياحة تبقى جاية آمنة. فالرسالة ديت رسالة يعني متنوعة، مش مجرد بقى إن احنا بنطلع وبعد ما بنخلص بنعمل ماراثون بالعجل والكلام ده. ومثلا حتى الكلام اللي بيتقال زيارة مفاجئة، أنا ما يعنينيش إنها تكون زيارة مفاجئة أو مترتبة. مهم زيارة أنا أدرك تماما إن الكليات العسكرية وكلية الشرطة وكل الأماكن اللي فيها اللي متعلقة بالأمن هي أماكن منضبطة بالطبيعة. صحيح. يعني طبعا. مش هيبقى فيها لا استرخاء ولا إهمال ولا كل الأشياء اللي بنلاقيها في كل مؤسسات الدولة المدنية. لا، دي حاجة تانية مختلفة خالص. طبعا. فأنا فكرة إن يبقى الرئيس يبقى موجود الساعة 6 بين ناسه وبين طلبة بتوعه وبيعمل الجسور اللي مطلوبة. أنت عارف أنت كل يوم بتقرأ خبر عن جنود قوات مسلحة ماتوا في العريش أو استشهدوا، وتفجير معرفش فين، وضابط شرطة أصيب. أو ده بالنسبة للطلبة الموجودين ده ممكن نعمل عندهم حالة. صحيح. الزيارات ديت بترفع مستوى الروح المعنوية بتبني الجسور وطمأنينة بين القائد. القائد دايما لما يكون في وسط ناسه، سواء على مستوى حتى لو انت قاعد في وظيفة مدنية وحس ان المدير بتاعك قاعد معاك وبيشتغل بايديه وبيتابع وبيعمل، مش قاعد عشان يدي تعليمات وكفى، ومش قاعد عشان يدي جزاءات وكفى، لا. صحيح. قاعد بيشتغل، فانت بتديك حالة من حالات الثقة ايضا، وبتعمل عندك حافز وبتخليك انت عندك رغبة مستمرة انك تقدم ويبقى في عطاء. فانا شايف ان الكلام ده شيء مهم. يعني اتمنى، هو شخصيا على المستوى الشخصي زي ما قلت لك هو بيريحنا نفسيا وبيسعدني، وده انا اعتقد انا كمواطن مصري في زي كتير جدا بيحبوا يشوفوا صورة رئيسهم كده
وصورة أبنائهم في القوات المسلحة أو في الشرطة بهذا الشكل المحترم. هل حضرتك برضو يعني لو قلنا، هل ترى الرئيس مثل هذه الزيارات في الكليات العسكرية وكليات الشرطة، هل تراها في مواقع أخرى أن الرئيس يعني يكون في زيارات مفاجئة لبعض المواقع وبعض المؤسسات التعليمية في مصر؟ لا شوف، ديت هتبقى مسألة صعبة ان الرئيس ينتقل يعمل زيارات زي ديت في مدارس او في وزارات او الكلام دي مسألة صعبة. هتبقى صعبة، انما خلينا نقول ما مش لازم الرئيس يعمل كل حاجة. طب الرئيس بيتكلم باعتبار ان هو مسؤول عن امن الوطن دستوريا يعني. صحيح. فبتطمن على ادواته، لان ساعة لما بتحصل لا قدر الله حاجة هو بيبص لمين وبيروح فين؟ يا القوات المسلحة يا الشرطة. صحيح. ما بيروحش مثلا لوزير التربية والتعليم يقول له تعالى اقف شوف المسألة ديت، لا. انما مطلوب ان كل وزير وكل قائد عمل في موقع يعمل كده. فكرة بقى انت لما تتكلم عن برضو فكرة الزيارة المفاجئة اللي بيعملها بعض الوزراء، يقول لك زيارة مفاجئة ما اعرفش، بتروح تلاقي وهو داخل الكاميرات واقفة والصحفيين واقفين. لا دي مش زيارة مفاجئة. قول خلينا اقول بعمل زيارة تفقدية للأوضاع بس. المهم وانا رايح ازور، انا شايف وكيل الوزارة اللي واقف قدامي بسمع منه وخلاص، شايف السجادة الحمراء اللي بتتفرش لي او الورد اللي بتحط وخلاص انتهت المسألة على كده. يعني بشوف القشور ولا المفروض انا اشوف اللي ورا الصورة؟ ابص بقى اللي ورا الصورة. لو انا وزير فاهم شغلي، ولو انا بسمع لشكاوى الناس ونبض الشارع المصري وانينه في الشكاوى، اقدر لما اروح اعمل زيارة سواء مفاجأة او غير مفاجأة اقدر افتش في اماكن الخلل واحط ايد عليها. ديت اهمية الزيارات واهمية المتابعة. الوزير انا مش محتاجه طول النهار في الشارع ولا محتاجه طول النهار قاعد بس هي المتابعة، انما هي فكرة المتابعة. ما انتش قادر تنزل تروح اماكن العمل، انما لازم تبقى بتتابع، ولما بتتابع ويجي لك تقارير لازم تكون انت كمان راجل بتفهم، يعني تعرف اذا كان التقرير ده مضروب وبناء على توجيهات سيادتك وسعادتك ويا فندم والحكايه ديت، ولا حد بيصدقك القول وبيقدم لك المشاكل الحقيقيه عشان تقدر تحل. المجتمع بقى شايف بعينيه كل حاجة، والناس اللي بتروح مصالح وبتأدي حاجتها في مصالح حكومية وفي أماكن معينة شايف الروتين وشايف البيروقراطية وشايف الفساد وعارفة الكلام ده. الناس كلها بتقوله على فكرة. صحيح. يعني بقى في كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي النهارده كله معروف على فكله بقى معروف يعني. فأنت لما تطلع كمسؤول وزير أو غيره وتقول لي الدنيا زي الفل وبامبي وجميلة وبتاع، أنا مش هصدقك، لأن أنا بشوف الكلام ده كل يوم. مطلوب منك، مش مطلوب منك تعمل معجزات بالمناسبة، إنما تبدأ يعني تشتغل. لو حليت كل يوم مشكلة، لو حليت كل شهر قضية، لو حليت طول فترتك في الوزارة مشكلتين أو 3، أنا شايف إن ده هيبقى شيء إيجابي ويحسب لحد ما ننضبط وتبدأ المسألة. صحيح. كلها التروس كلها تتعشق في بعض وتدور العجلة بانتظام. على المستوى الخارجي، السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري بيلتقي بنظيره البريطاني اليوم النهارده السبت، ويتوجه لواشنطن غدا. الهدف من يعني لقاء مع، طبعا لقاء مرتقب، يعني زيارته لواشنطن. ما الهدف منها الزيارة؟ هو الاول هيقابل وزير الخارجية البريطاني. وزير الخارجية البريطاني ده يعني يعتبر اكبر مسؤول تقريبا من ساعة لما كان الرئيس السيسي في اواخر 2015 في لندن، وحصلت المشكلة بتاعت الطيارة الروسية، وحصل الموقف البايخ اللي عمله كاميرون، ديفيد كاميرون مع الرئيس في فكرة يعني وجه له كلام استبق الأحداث وقال إن إرهاب وسينا والطيارة، يعني الحدوتة اللي حصلت اللي احنا كلنا عارفينها مش هنعيد فيها تاني. فده يعتبر أول مسؤول كبير يجي من بريطانيا يزور مصر. نعم. والحقيقة المسألة مش مجرد وزير الخارجية جاي يزور، إنما هو في ترتيبات جديدة لشكل العلاقة بيننا وبين بريطانيا. أولا بريطانيا هي تعتبر الشريك الأكبر في أوروبا للعلاقات التجارية مع مصر. عندهم استثمارات تقريبا بحوالي 5 مليار دولار، ما يعادل 5 مليار دولار. ده رقم واحد. رقم 2، بريطانيا من ساعة لما تولت تريزا ماي الوزارة الجديدة، وفي تحركات لبريطانيا في المنطقة وخصوصا في الخليج. هي بريطانيا يعني بتحاول تملى الفراغ الامريكي في المنطقه بعد توتر العلاقه شويه بعد وصول الاداره الامريكيه الجديده وتصريحات ترامب على دول الخليج والكلام ده. واظن احنا شفنا ان هي راحت وحضرت اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين،
وقالت تصريحات واضحه ان هي تعتبر نفسها بريطانيا شريك كامل لدول الخليج وضد اي اعتداء، وبتعمل تحالف استراتيجي معاها. ففكره ان بريطانيا ترجع تاني عشان تعمل التاج البريطاني والكلام القديم بتاع الاستعمار القديم ده محتاج ان مصر تبقى حاطه عينها عليه وبتتناقش فيه. ده رقم 2. نعم. رقم 3، انت عارف الاداره الامريكيه لما قالت تصريحات خاصه بموضوع المناطق الامنه في سوريا واليمن والى اخره، بريطانيا شريك في المساله ديت لانها عضو في التحالف ضد الارهاب، فلازم برضو البريطانيين يجوا يسمعوا وجهه النظر المصريه. الحاجه الثالثه، احنا شركاء في مواجهه الارهاب. بريطانيا فيها اكبر تجمع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، وفي ناس مطلوبين هناك محتاجين نتناقش يعني في هذه القضية وهذا الموضوع بشكل واضح. الحاجة أيضا الأهم، بريطانيا بتخرج من الاتحاد الأوروبي في البريكسيت اللي حصل، ومطلوب ان هي احنا لينا شراكة مع الاتحاد الأوروبي وداخله فيها بريطانيا. عايزين نشوف لما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويتم خروجها بالكامل التعاون الاقتصادي هيبقى ازاي، خصوصا ان احنا عندنا علاقات جيدة مع الاتحاد. فكل هذه القضايا لما يجي وزير الخارجية يتكلم، اعتقد ان هيبقى في مؤهل ان تيجي، يا اما تيجي رئيسة الوزراء او تحصل زيارة من الرئيس السيسي لبريطانيا، لان الوضع يحتمل تبادل على اعلى مستوى من التنسيق والتفاهم بين البلدين. هيروح بعد كده لامريكا. احنا عارفين ان بعد الادارة الجديدة الامريكان شايفين المنطقة بشكل مختلف، وترامب تحديدا بيبص للرئيس السيسي باعتبار ان في قضية جوهرية بتجمع الاثنين وعلى اولويات الاثنين، وهي مواجهة الارهاب. صحيح. الحاجة الثانية ان مفيش رئيس مصري زار الولايات المتحدة تقريبا من 2005، فاحنا بقالنا فترة طويلة ما حصلتش زيارة لرئيس مصري، زيارة دولة، مش انه يروح الامم المتحدة او يلقي بيان هناك، او انما زيارة دولة لم يدع للبيت الابيض يعني. فالزياره ديت مهمه طبعا. التنسيق فيها والترتيب فيها بيختلف عن اي زياره سابقه. زي ما قلت لحضرتك في الكلام واحنا بنتكلم على بريطانيا، ترامب ليه وجهه نظر فيما يتعلق بالارهاب، ويمكن هو طلب يعني معلومات او خطه من قياده الاركان المشتركه للقوات الامريكيه انها تعمل خطه لمواجهه داعش او حرب داعش بشكل محدد، والخطه ديت هتتعرض على الرئيس ترامب يوم الاثنين تقريبا التصور الكامل. هو بيتكلم على فكره انت هتحارب داعش مش هتحاربها في سوريا بس، ده تصريحاته مش في سوريا ولا العراق بس. ده معناه ايه؟ معناه ان في مناطق اخرى قد يعني تتحرك فيها الولايات المتحده عسكريا او بتحالف. طب احنا عندنا ارهاب موجود في سيناء، ولو تذكر الرئيس السيسي من فتره طويله قال القضية في التحالف الدولي اللي بيحارب داعش في العراق وسوريا، داعش مش موجودة بس في العراق وسوريا، أو الإرهاب مش موجود بس في العراق وسوريا. احنا بنحارب الإرهاب في سيناء لوحدنا بقالنا 40 شهر ويزيد عن 40 شهر، وما طلبناش مساعدة من حد. فالكلام على إن أمريكا واخدة المسألة بالجدية وعايزة تخلص على تنظيم داعش وتواجهه مواجهة حقيقية، وممكن زي ما بيقول يعني قائد القوات المشتركة المسألة ممكن توصل للقاعدة وممكن تتفرع، والإرهاب اللي في تركيا واللي في اليمن وكل هذه القضايا. فأنت محتاج تشوف أنت فين في المنطقة دي. أنا هيبقى في تعاون دول في هذه المواجهات طبعا يعني. في كلام عن كلام عن ناتو عربي، تشكيل قوة عربية، الكلام اللي قاله الرئيس السيسي وبعض دول الخليج وقفت ضده وما نجحتوش. في كلام دلوقتي عن ناتو عربي يقدر يواجه بس الخلاف هنا ان الناتو العربي ده مطلوب عشان يواجه المد الشيعي الإيراني، واحنا مش عايزين ندخل في فكرة الطائفية والحرب السنية الشيعية. احنا لو نعمل ناتو عربي بنعمله عشان اعتداء على اي دولة من الدول المشتركة في القوى العربية. فده كلام كله كلام محتاج الى جانب بقى كلام على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أعتقد أن ديت زيارة مهمة مهمة مهمة، والترتيب ليها صعب مش سهل. ففي يعني ناس بترتب بقى لها فترة. الزيارة ديت أعتقد هتحدد الجدول النهائي إلى أن تتم إن شاء الله في مارس، لما يحدد موعدها بالضبط، انما هتتم ان شاء الله في مارس. وفي ظل الرئاسه الامريكيه الجديده هتتغير اكيد العلاقات بين في مصر حاجات وامريكا كتير بتشوف. احنا في ظل الاوضاع الراهنه نفسها. صحيح. احنا قلنا اول ما اتغيرت الاداره الامريكيه
وكل القضايا السياسية في المنطقة فيها المعادلات كلها بتتغير. تتغير. وانت شفت تركيا بتروح يمين وبتروح شمال وبتنقل من الخليج بتروح إيران، وبتنقل من إيران بتروح إسرائيل. كل دولة دلوقتي بتلعب على أجندتها وعلى مصالحها الخاصة. صح. مصر في المنطقة باعتبار أن أمريكا شافها هي الدولة المحورية والقادرة والأكثر قدرة على مواجهة الإرهاب نتيجة الخبرة ونتيجة الفترة الطويلة ديت، فمهم أوي إن يبقى في تعاون بين وتبادل مصر. وجهات نظر. وأتمنى إن الكلام ده برضو لا يغير شيء في سياسة مصر الخارجية في الفترة الأخيرة، وهي سياسة الخروج بعيدا عن الأحلاف أو يعني تبقى تابع لدولة معينة، تخلي علاقتنا كلها على مستوى الندية مع كل الدول، ونشوف مصالحنا فين، بنحقق منها إيه، بنقدم منها إيه. ده المطلوب في الفترة اللي جاية القادمة. يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله في مؤتمر بينظمه الأزهر الشريف لبحث قضايا المواطنة. المؤتمر ده هيحضره عدد كبير من رجال الدين من المسلمين والمسيحيين في إطار هذه القضايا اللي هي قضايا المواطنة. شوف أستاذ محمد، الحقيقة أنا شايف إن اللي بيحصل هو تقريبا من المؤسسات الدينية هو كلام يعني تقريبا على الورق. على الورق. على الورق. يعني احنا بنتكلم عن بالله مؤتمرات كتير يعني صحيح. انما لسه المسألة ديت قضية المواطنة ديت مش قضية تخص الأزهر والكنيسة بس، ولا لا، تخص أشياء كثيرة جدا في هذا الوطن، تخص التعليم، تخص الثقافة، وتخص مؤسسات المجتمع المدني. كل هذه الأجهزة لازم ترسخ مفهوم فكرة المواطن. احنا لحد دلوقتي لما بنيجي نتكلم بنقول عنصري الأمة. احنا مفترض ان احنا أمة واحدة. صحيح. يعني مصريين أمة واحدة، انما لما نقعد نقول عنصري الأمة، المسلمين والمسيحيين، فانت هو ده الكلام انت اللي بتقدم اساسا بتفرق. انما اقول مصريين بالظبط. شوف اللي بيتعرض له المسيحيين اللي موجودين دلوقتي في شمال سيناء. انا في ناس عماله طبعا تتكلم على شبكات التواصل الاجتماعي المسيحيين مستهدفين والاخر. انا يا جماعه ارجوكم قولوا المصريين، الارهاب ما بيفرقش. صحيح ممكن يكون في عمليه انتقائيه بهدف ضرب العلاقه ديت، او ان احنا ننشغل وننجر الى اشياء بعيده عن فكره ان احنا نسيج واحد. احنا بنواجه عدو واحد بيقتل في المسلمين زي ما بيقتل في غير المسلمين، بيستهدف مسلمين زي ما بيستهدف غير المسلمين. القضيه اخطر واعمق من كده. انا شايف ان الكلام اللي بيعمله الازهر، خلينا نتكلم على الطريقه والتجميع القيادات والكلام ده، انما الواقع العملي ده محتاج ايه؟ محتاج زي ما قلت لك مناهج تتغير في التعليم، محتاج دور لوزاره الثقافه الغايبه اللي ما بتعملش اي حاجه ديت، لا هي ولا الوزير بتاعها. محتاجه ان انت منظمات المجتمع المدني، محتاجه الاعلام يشتغل على الجانب الايجابي من القضيه ويخرج بره التصريحات اللي بتشير ان احنا حاجتين، اللي بتشير ان احنا عنصرين. نتكلم عن مصر ونتكلم عن مصريين فقط. صحيح. خلي الدين ده للعلاقة بينك وبين ربنا، ونستخدمه أو نحتاجه في الأشياء اللي تخصه. إنما نتكلم كل حاجة نقول أصل عشان نعمل مواطنة. فين المواطنة؟ المواطنة مرتبطة بالحقوق ومرتبطة بالواجبات ومرتبطة بالمساواة في تعيينات ومرتبطة في الجامعات، يعني أشياء كثيرة. صحيح. جدا مش هيحلها بس مؤتمر الأزهر يعمله بين الأزهر والكنيسة وبعض المفكرين اللي بعضهم بيقعد يتكلم عن المواطنة، ولما بتصطدم المسألة برأي خاص بيقول رأي مختلف ما أنزل الله به من سلطان. احنا شايفين ومتابعين. فاحنا عايزين ناخد القضايا بشكل أهم وأعمق، عشان يعني ايه احنا ما بقاش عندنا وقت. يا أستاذ محمد، حضرتك ذكرت في السياق هذا الخبر انه وزارة الثقافة ما بتشتغلش. طيب يعني برضه اخد استطلاع حضرتك او رأي حضرتك. ما هيرد عليك ان احنا بنعمل ندوات، بنعمل مؤتمرات، بنعمل جولات في المحافظات. انت حضرتك شايف انه باب الثقافة مقفول؟ انا مش شايف باب. انا شايف ان وزارة الثقافة ما عندهاش استراتيجية ولا عندها خطة. انت لما بتتكلم انت بتروح تعمل ندوة عشان في محافظة. انا فين قصور الثقافة؟ فين الاماكن اللي بتجذب الناس اللي موجودة بعيدا، اللي تاخدها بعيدا عن التطرف؟ ما هو دلوقتي الجامع بيستقطب والكنيسة بتستقطب. طب فين قصور الثقافة؟ انت دورك فين الثقافة الجماهيرية؟ فين القوة الناعمة الموجودة ديت؟ انت شايف لها نشاط؟ لا. شايف لها نشاط رسمي؟ الوزير لما بيروح يقول لك عامل الثقافة المصرية الصينية، انت حسيت بيه؟ حسيت ان بأي حاجة اتغيرت؟ مفيش. وانا الحقيقة كنت مستعجب ليه الوزير ما اتغيرش في التغيير اللي حصل.
يعني الحقيقه يعني كان من ضمن الناس هل هي مجرد تغيير وزير ولا هي استراتيجيه لا، ما هو وميزانيه انا لدوله وزاره الثقافه معينة؟ ديت اصلا من الوزارات اللي اعتقد ان ما هي يعني بقالها على فترة. مدى، يعني احنا من أنا هقول لحضرتك 2011 كام وزير ثقافه جاء شوف- ولم يغير شوف من هقول لك نهجها على حاجه، يعني. احنا عشان ايه؟ عشان احنا ما بنديش العيش لخبازه، مم. لا في الثقافه ولا في السياحه. يعني السياحه ديت محتاجه حد يكون عنده رؤيه وعنده قدره وعنده علاقات ويفتح اسواق، زي الازمه اللي احنا عايشينها مع صحيح. روسيا دلوقتي. كل شويه لا هنبعت السياحه، لا مش هنبعت السياحه، واحنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا ومستنيين الروس يبعتوا. الروس عندهم ازمه، عندهم مشكله، طب هو مفيش غير الروس؟ احنا وهي عندنا انا بقول كسياحة، لحضرتك ما اهو، عندنا وهي قرار دول سياسي في كتير الاخر. يعني. الامريكان بعتوا قالوا ان المطارات امنه جدا في مصر، وبعض الدول رفعت الحظر تماما، سواء ايطاليا او كل النرويج واسكتلندا وسويسرا وبريطانيا، كلهم رفعوا طب الحظر. هنا برضه انا وبيروحوا. عندي في سياق الكلام برضه، مصر للطيران بتجتاز التفتيش الامني الامريكي، ما ده في الاهرام. ما انا بقول لك اهو، طب يعني شوف اشمعنى بقى التفتيش الامني الروسي لغايه دلوقتي؟ هو ليه بقى؟ تروحوا ما انا بقول لك ديت قصه ليها قرار سياسي، عايزين نشوف المساله ايه على المستوى السياسي، وبعدين بناقص السياحه الروسيه. السياحه الروسيه على فكره أنا عندي رغم انها دول كتيره كتير جدا يعني، لا رغم انها كتيره بس هي سياحه فقيره. يعني لما يجي 10 سياح روس بيصرفوا قد سايح واحد. مثلا يجي من بريطانيا او يجي من بالظبط، امريكا صحيح. او يجي من دوله بتقدر تصرف. فهي المساله مش في الكم، لا هي في الكيف. فهي المساله كده. وبعدين انا لما يكون انا عندي مثلا تركيا، رغم كل القلق واللي فيها والكلام ده كله، انها بتشتغل على اكتر من 100 مقصد بتجيب منه سياح. احنا كل اللي بنعمله عندنا حوالي 38 الى 40 مورد بنجيب منه احنا سياحه بس. طب ليه احنا احنا متاخرين كده؟ مركزين على شرم الشيخ والغردقه، ولكن عندنا عندك السياحه العلاجيه والسياحه الدينيه والسياحه الثقافيه. انت قدمت ايه للاقصر واسوان؟ قدمت ايه مثلا للسياحه العلاجيه والاستشفائيه اللي عندك؟ ولا حاجه. احنا بنتكلم بس وقت ما بتبقى فيه مشكله. ميسي لما جه بيتكلم عن فيروس سي فطلعت السياحه العلاجيه طب انتوا فين من الفتره دي؟ طب بص على الحاجات اللي كانت موجوده، عيون حلوان وغيرها شوف حجم الفساد اللي فيها والتخريب اللي فيها وصل لحد فين. يعني في دول بتدور على حاجه تصنعها. وانت عندك يعني مقومات ما شاء الله في مصر اكتر من اي دوله في العالم. عندك في مقومات الاقصر واسوان سياحيه تلت اثار العالم يعني تجتاز وتفوق اي دوله عندك تانية. لما بيطلع اي معرض لاثار الفرعونيه بتاعتنا يلف العالم، بشوف بيعمل عنده. بس هي المساله يعني احنا يعني مش مدين العيش لخبازه. هي كلمه بالبلد الناس تفهمها، ادي العيش لخبازه ولا ياكل نصه. حط في السياحه حد يتناقش مع بتوع السياحه. بتوع السياحه هم اكتر ناس يقدروا يحلوا مشاكلهم وتبقى عندهم رؤيه. زي قصه الخطاب الديني. الخطاب الديني وزير الاوقاف ملوش، كل اللي عمله في الخطاب الديني خطبه مكتوبه، خطبه موحده، مش عارف نعمل ايه ونقدم بس. انما انت عندك دعاء وعندك ائمه وعندك ناس لازم يتحركوا ويتعمل لهم كيان. يعني هي دي القضيه. فانت ادي العيش لخبازه تقدر تحل المشاكل دي كلها. نقدر ننتقل في السياحه وننتقل في اشياء كثيره جدا ونتحرك فيها ونجيب موارد للدوله. الاراضي على النيل شفت انا بقول لك نجيب اراضي للدوله 60 مليار جنيه لخزينه الدوله من تقنين اوضاع 500 الف 600 مليار 60 ولا 600 مليار 600 مليار 600 مليار طب جنيه. تخيل بقى لما يبقى انت عندك مثلا نهر النيل. وانا من ضمن الناس اللي كنت بقول زمان عن ان احنا عايزين وزير للنيل بس. والنيل ده انت عارف هو الحياه بالنسبه لك حكايه يعني هو لوحده حكايه يعني وبعدين مياهه متفرقه بين القبائل. يعني مش عايزين نقول دمه، لان النيل ده بيجيب خير ونماء وعطاء. صحيح. انما لما يبقى انت عندك مثلا النيل ده شوفه ماشي في كام محافظه، وكل محافظ ليه سياسه وليه استراتيجيه، وفي كل محافظه لها قوانين ولها لوائح ولها ما اعرفش ايه. وشوف حجم التعديات اللي على النيل. انا سافرت بعض الدول في اوروبا وشفت الانهار اللي فيها عامله ازاي. تبقى ماشي في اي مكان وتبص عليه تشوفه ليه احترامه يعني. ليه احترامه طبعا نظافه واحترام مش احنا نبني على النيل ونلقي وتقدر تشوف الصوره وانت بعيد في اخر الطريق، تشوف الميه بتاعته وتشوف النهر شكله جميل وبينساب شكله حلو وبتقدر تستثمره. انت عندك هنا، خلينا واحنا بنتكلم بقى، عندنا ازمه اقتصاديه. انت عندك اراضي طرح النيل اللي حواليها زي ما بقول لك تجيب لك 600 مليار جنيه. طب كويس قوي.
طب التقنين ده يعني ايه؟ يعني هو باع الاراضي ولا ايه بالظبط يعني؟ طبعا في ناس بانيه وفي ناس واخده اراضي. طب ما اللي باني ده، طب ما هو حاجه هو بالرؤيه على عايز النيل يقنن يعني. الاوضاع بقى. منه عايز يقنن الاوضاع بدل وضع اليد. انت هتشتري الارض اللي موجوده ديت، ابيعها لك. طيب. فديت ثمنها قد كده. المهم في القصه ديت لو تمت، واتمنى، لان احنا عندنا برضو قضيه خاصه بكل الاراضي اللي على في السكك الحديديه. احنا عندنا اطول شبكه سكه حديد. عندنا حواليها اراضي 100 مليون متر. ال 100 مليون متر دول حرم السكه الحديد. حرم السكه الحديد. لو استغلينا نصهم 50 مليون، شوفوا يعملوا هيجيبوا كام مليار. واخد بالك؟ وهتستغلهم ازاي؟ طور بقى بدل ما هتبقى مكان للزباله بترمي فيها الزباله وفيها المخلفات وشكلها وحش في مداخل المدن وفي المراكز، تحس ان المنطقه ديت يعني مقلب زباله. لا، طوروا وبيعوا واعمل فيه مشروعات صغيره ومتوسطه للشباب والكلام ده كله. استثمر المنطقه دي، تشوف الاراده. احنا عندنا مشكله في تحصيل او اداره رشيده لموارد الدوله. فانت عمل هيئه، بقول هنعمل هيئه لاستثمار اراضي طرح النقل. مهمتها ايه؟ قال لك هنديها سلطه كامله تقدر تاخد القرارات اللي هي شايفاها صح. عظيم جدا. بس ده هيحل الاشتباك اللي بين السلطه ديت وبين المحافظ اللي بيقول لك لا، المنطقه ديت واقعه في محافظتي، ما ينفعش، لازم القرار ده يجي من عندي. دي هنشوفها. حاجه تانية، الولايات الموجوده على النيل، الولاءات. يعني انت مثلا نقول المنطقه ديت انا اللي اقول فيها الكلام. طب السلطه ديت او الهيئه ديت هتقدر تاخد الكلام ده بقرار نهائي من عندها؟ انا اتمنى بدل ما تبقى هيئه، اتمنى يعملوا وزير للنيل بس. وزير للنيل بس. شوف ويقدر بقى يقدر يشتغل على راحته. وخد بقى الري دي ضمها للزراعه وخليها وزاره الزراعه والري، واعمل وزير للنيل يشوف النيل الجميل بتاعك ده، الاراضي اللي حواليه، اللي استغله ازاي سياحيا، استغله ازاي المراكب اللي موجوده فيه والفنادق اللي موجوده فيه والحاجات اللي ما بتدفعش اي فلوس. الدوله فيها فلوس لو حصلتها. انت عندك فيه كلام حتى من محافظ القاهره، خبر منشور عندك هنا في الجرايد، ان محافظه القاهره هتحاول تجيب الفلوس بتاعتها اللي عند الناس ومستحقاتها تصل الى حوالي 25 مليار جنيه متسابه، سواء في رسوم، سواء في ضرائب، سواء في اشياء كثيره جدا ملك الدوله متسابه. يا جماعه انتوا نايمين ليه؟ دي فلوسكم. طب انتوا مش عايزين تعملوا مصانع ولا عايزين تشتغلوا وعايزين ندنكم نايمين. طب حصلوا الفلوس بتاعت الدوله. لما يبقى 25 مليار هنا و500 مليار هنا من الاراضي اللي حوالين النيل. طب فين الكلام يا جماعه؟ فين الكلام ده؟ هنجيب منين واحنا عندنا موازنه؟ لما الرئيس قال ان احنا دوله فقيره، ما كانش بيقصد ان الدولة الفقير، لا، كان بيقصد ان موازنة الدولة فقيرة، فيها تلت للديون وتلت لخدمة الدين وتلت للمرتبات، والباقي عندك الاستثمارات شيء بسيط جدا ما يقدرش يعمل اي مشروع. طب انت عندك موارد كتيرة، اشتغلها صح وحصل الفلوس دي صح، 500 مليار من هنا و25 مليار من هنا، واجمع ضرائبك بالشكل الصحيح، وشوف المتهربين من الضرائب ونشط اداراتك عشان تقدر تحصل موارد الدوله. هتقدر تحل اشياء كثيره جدا، تحل مشكله الدعم وتحل مشكله السلع اللي مش موجوده، وتبني مصانع للزيت اللي احنا بنستورده كله من بره، وتبني مصانع للبن الاطفال، وتبني اشياء كثيره جدا. يعني احنا دوله غنيه بس فقيره في موازنتها، لان اللي قاعدين في البلد ديت ما بيشتغلوش بما يرضي الله وبيحصلوا، هم عايزين يقضوا اليوم كده يوم وخلاص. تمام. نروح لبعض الأخبار الأخرى ونروح لهيئة العامة للاستثمار. تأسيس الشركات وسداد الرسوم إلكترونيا، وده تصريح على لسان رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعد طبعا ما الوزيرة الجديدة دكتورة سحر نصر اللي طبعا مسكت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. هنا هنلاقي في سياسات اختلفت او سياسات جديده في صحيح. الشغل نفسه. يعني انا من ضمن الناس اللي ايدت وكنت بتكلم معاك يعني في مرات قبل كده عن دمج الوزارات، لان احنا يعني اكبر في حكومه في العالم، عندنا 35 وزاره تقريبا او 34 وزاره. احنا يا دوب نعرف الناس اللي بتشتغل فيهم، والباقيين دول ما لناش علاقه بيهم. فدمج وزاره الاستثمار مع وزاره التعاون الدولي انا شايف ان ده شيء كويس لاكثر من سبب. السبب الاولاني ان سحر نصر وزيره نشيطه تتحرك وليها خبره في مجالات الاستثمارات وتقدر تتكلم مع العالم كله، فده شيء مهم. الشيء الثاني ان هي عارفه الخريطه الاستثماريه في مصر، او لازم تعرفها، لان هي اللي بتعمل
بتتناقش في مسألة القروض والمنح اللي جاية عشان نعمل بيها مثلا تنمية في المكان ده وفي الصعيد وهنا وهنا، فهي عارفة المناطق المحتاجة وبالتالي هيبقى الاستثمار فيها شيء جيد. الشيء الثالث ان انت لما يبقى عندك الحاجتين دول، عندك القروض والدعم والكلام ده كله، بتروح لمستثمرين وبتعمل شراكة، فده شيء مهم. هي نشيطة وتستحق، انما هي المسألة ان انت محتاج بقى تعمل مناخ للاستثمار. هي بتتكلم على قانون الاستثمار اللي تايه في البلد ديت بقاله اكتر من سنتين بنتكلم عنه. الحقيقة القانون ده لازم بقى يطلع للنور، لسه لغايه دلوقتي القانون لسه هيروح مجلس النواب ليتوافق عليه، وبيقولوا في مارس، وهي الوزيره قالت في مارس. يا سياده الوزيره، مارس ده بيبدا من يوم 1 ليوم 31. امتى في مارس؟ 31 يوم دول كتير قوي. كتير قوي. ده احنا بنتكلم عن قانون الاستثمار ده من قبل يناير 2015، قبل المؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ، واحنا بنتكلم عن قانون الاستثمار. فطب القانون جه، احنا عايزين نتكلم بقى، هي القصه قصه قانون بس ولا قصه مناخ؟ انت محتاج تعمل مناخ استثمار طبعا. محتاج تعمل بيئه حاضنه وبيئه جاذبه فيها كل البيروقراطيه اللي موجوده ديت بتعطل فيها، من ضمنها الكلام اللي انت قلته في استخراج المستندات والكلام ده الكترونيه. ده اولا هيسد جانب فساد، ان انت بقى موظف رزل يقول لك طب تعالى بكره مش عايز، طب كرمش له بقى مش عارف ايه، ويفتح الدرج ايه والكلام اللي احنا ده هيمشي الشغل، فده هيحل. طب احنا بنتكلم عن شباك واحد، هم سموه في القانون الجديد النافذه الواحده. احنا لينا كام سنه بنتكلم على الشباك الواحد. هو الشباك ده برضه المسامير بتاعته تايهه عند النجارين يعني النجارين مش لاقيين المسامير. فيعني خلينا نتكلم، هنعمل الشباك الواحد. طب الشباك الواحد ده عشان نروح له المستثمر هيروح له بملف ورق، هيقول له انا عايز اعمل شركه كذا او استثمر في كذا، وادي الورق 2 3 4 المستندات اهي، اتفضل يا سيدي بقى خلصها انت، وخلص الموافقات ال 900 موافقه اللي بتتم ديت من عندك. انت عندك نماذج او مسؤولين من الوزارات والهيئات المتعلقه قاعده جوه في المكتب، انت بقى اتصرف معاهم، ربنا معاك. طب الورق اللي انا هطلعه ده هطلعه منين؟ ما دي مشكله اخرى. انا عايز اطلع شهاده من المكان الفلاني وعايز اعمل ما اعرفش عشان اقدم ورقي، هلف برضه اللفه دي تاني. الكلام ده بقى لما يتعمل بقى الكترونيا هيوفر، هيقفل الابواب للفساد، هيسهل على المستثمر انه بسرعه ياخد المعامله بتاعته او المستند اللي هو عايزه بشكل محترم وكويس. انا شايف ان ده بيمشي على فكره ان احنا عايزين نعمل مناخ للاستثمار. صحيح. الحاجه الثانيه مع المناخ بقى، نفكر الناس المستثمرين دول لما هتعامل معاهم ازاي، لما يجيب فلوسه ويحاول يخرجها ازاي، كل الكلام ده اعتقد ان القانون بيحله. انما الكلام ان احنا لسه هنطلعه في يناير وامتى، نفسي مره خلينا بقى نتعلم من المؤسسه العسكريه او نتعلم من الرئيس مثلا. مش الرئيس ده مسؤول عن الدوله؟ لما بيقول في المكان المشروع الفلاني هيتم افتتاحه يوم كذا، سنة أو سنة يعني خلال 15 يوم، خلال شهر او في تاريخ محدد، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل طبعا. يبقى اذا الدوله فيها ناس تقدر تشتغل، تقدر تخلص القانون ده في اسبوعين ولا ما تقدر؟ تقدر. الدوله فيها ناس تقدر تحل. صحيح. انت لما بتحب تنظم، لما ميسي كان في الهرم، شوف شارع الهرم وشوف الجمال والروقان والانسيابيه والكلام ده، لما بتحب تقدر تعمل حاجه بتعملها. صحيح. انت ليه مش مصر ان انت تشتغل كده على طول؟ يعني ليه مصر تشتغل في المناسبات؟ ليه في المناسبات؟ لما بتحب تظبط المرور بتظبطه، لما بتحب تفضي شارع بتفضيه، والناس ما بتقفش تحدفك بالطوب، لا بتستجيب. يبقى اذا انت لما تحب تعمل حاجه كدوله بتعملها. انت ليه بتكسل؟ ليه واخد المساله موسميه؟ هو ده اللي احنا محتاجين بقى نتعود عليه، لان الدوله الحديثه ما فيهاش الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده. ايوه، انت ماشي على استراتيجيه ونظام واحد، يعني لا في زياره الوزير يعمل كذا ولا الزياره مسؤول جاي من بقى، هو كده السيستم بتاعك على طول. انت عارف بيفكرني لما بتفرج على فيلم امير الانتقام ولا امير الدهاء بتاع انور وجدي او فريد شوقي، ولما بدران بيساله بيقول له مين عدوينك يا سمو الامير؟ فقال له ما فيش حد هزمني الا حاجتين، عدويني الزمن والمسافه. الزمن والمسافه هم دول عدوين الاثنين اعداء بتوع رئيس الدوله دلوقتي، مفترض يبقوا بتوعنا. احنا عدونا الاساس الزمن، احنا بنهدره بلا طائل من غير اي معنى. الوقت بالنسبه لنا هنا ملوش اي معنى. احنا محتاجين نعمل كده، احنا ما عندناش وقت، ما عندناش وقت. احنا بنزيد كل سنه 2 مليون ونص، الموارد بتاعتنا مش قادرين لسه ندورها اداره رشيده، ما خرجناش لسه من الوادي، لسه بنحاول. ففي اشياء كثيره جدا هتواجهنا،
وبتواجهنا. مفترض الزمن بالنسبه لنا ان انت تعمل حاجه وتنجزها، نسبة الزمن. وبعدين ما احنا بنقول دايما لما بتحب تعمل حاجه بتعملها، هتعمل لما صحيح. بتقدر. ليه مش عايز تقدر على طول؟ هو ده السؤال. هو ده السؤال. صحيح. البرلمان المصري هيبحث تطبيق قانون الإيجارات القديمة على الأنشطة التجارية كمرحلة الأولى، يعني هيبدأ على الأنشطة التجارية. طب ما بدأش ليه على الناس اللي هم الأنشطة يعني على المساكن؟ لا شوف، هو المشروع ده أو القانون ده قانون يعني شائك جدا. أصحاب البيوت أو الملاك عندهم حقوق، وفي ناس برضو من المستأجرين عندهم حقوق. المسألة دي شائكة لسه في تقديري، محتاجة دراسة أكتر، ومحتاجة نسمع الناس اللي بيعملوا حوار على مستوى حوار مجتمعي، حوار على مستوى الدولة وعلى مستوى الملاك. بس الطرف المستأجر ده غايب، اللي مفترض يتكلم عنه البرلمان. نواب البرلمان أحيانا بيبقوا مع دول، لأنهم برضه معظمهم نسبة كبيرة منهم يعني ملاك ورجال أعمال، وعندهم برضه ثروة متعطلة تقدر بالملايين. هو بيبدأ بالتجاري. ليه؟ لأن التجاري ده نشاط، فأنت فاتح النشاط وبتكسب منه. يعني مثلا لو عندك محل، لو عندك ورشة مأجرها مثلا ب10 جنيه، لما تدفع لها 100 جنيه دلوقتي انت بتشتغل، يعني انت عندك ايراد بيجي. انما اللي ساكن ده وعنده معاش وبقاله فترة وما عندوش مورد، عشان لما تيجي تحرك له الكلام ده لازم تبقى مراعي ظروفه بقى. صحيح. وتحط له حلول عشان ما تحولش المسألة في الآخر لحالة من حالات السخط. أيوة. أو الناس تبات في الشارع، ما انت في الآخر محدد بمدة، بعد كده انت هتسيب المكان ده. طيب وبعدين هروح فين؟ المسألة دي عايزة حلول اجتماعية وعايزة حلول من الدولة قبل ما تاخد القرار ده. انت تقدر تعوض الملاك بأي شكل من الأشكال، بأي طريقة، يعني بأي طريقة من الطرق. على الأقل الأماكن اللي واخداها الحكومة ومأجراها، سواء مدارس ولا عيادات مش عارف صحية ولا مراكز صحية ولا حاجات للثقافة، اللي مأجراها طب اديها لهم، رجعوها للناس كده. مش ترجعوها ليه؟ اهو انتوا واخدين برضه معطلين. أيوة املاك الناس. الحكومه واخده صحيح، الحكومه واخده كتير من الناس، مكاتب. انت بقى لما بتعمل بقى اماكن وبتجدد، انا هشوف بقى لما العاصمه الاداريه تكتمل والحكومه دي كلها تروح هناك والاماكن دي تفضى، نشوف الوضع هيبقى ايه. تعمل بدائل. انت عندك حاجات كتير قوي يا استاذ محمد في البلد دي، صحيح، خصوصا الارض اللي هي اغلى حاجه. انت عندك ارض يعني هتعمل بقى ايه؟ مليون كيلومتر مربع. موارد كتير يا اخي اتحرك وهات فلوس، ما تبقاش المساله مش دايما هيبقى على الغلبان. يعني فكره ان تفتش على الحاجه زي مثلا لما بنتكلم عن التصنيع، احنا بنستورد كل احتياجاتنا من الزيت. طب والسنين دي كلها مش عارفين نعمل مصنع زيت. والله صحيح. رغم كل الكلام ده ما يصحش. وبعدين نبقى تحت رحمه الدول. ما يصحش ان احنا لغايه دلوقتي ما عندناش مصانع زيت. ما ينفعش نعمل من نخيل، نعمل من الدول. العالم كله بيعمل زيوت مختلفه وجيده جدا وبتتباع بقد كده. احنا مش متعودين ليه مش قادرين نعمل الكلام ده؟ فانت محتاج تعمل الكلام صحيح. ده مره مع مره مع مره هتتحرك. انما تيجي باستمرار على الغلابه. خلي اسهل حاجه، مش عايزين نصنع، لا نستورد اسهل، الاستيراد اسهل، وان انت تيجي على الغلبان اسهل. الحاجات دي كلها مفترض انها تتغير بقى مع الدوله الجديده اللي احنا بنبص لها ان شاء الله. تمام. اخر خبر ان وزاره الصحه بتشن حملات تفتيش مفاجئه على المستشفيات. وكان طب يعني انا بستغرب، يعني هو مش عارفين انه المستشفيات فيها قصور وفيها عدم امكانيات؟ هو لسه في تصريح ومحتاجه دعم وطيب. لا لسه في تصريح يعني لوزير الصحه. انا دلوقتي بروح زي ما قرينا في النشره ان هو طبعا في إقالة وفي معرفش تحقيقات مع مدير المستشفيات. طب وهم شوف يا أستاذ محمد، محتاجين شغل من الوزارة. شوف يا أستاذ محمد، أنت الفترة 30 سنة اللي فاتوا اتعمل حاجات في البلد ديت احنا بنجني نتائجها دلوقتي وبندفع ثمنها. البلد دي اتحولت كل حاجة فيها بقى لها شيء موازي، يعني بقى لها حاجة موازية. صحة بقى في صحة موازية، مستشفيات بقى مستشفيات موازية، مدارس حكومة بقى مدارس موازية. كل حاجة في البلد ديت بقى لها شيء موازي، من ضمنها الصحة. تعرف انت محدش يقدر يقول للمستثمر ما تفتحش مستشفى خاص، بس اعمل مستشفى خاص والحكومة بنفس المستوى تعمل الخدمة اللي بتتقدم هنا تبقى زي هنا، وخلي انا المستهلك للخدمة اختار بين هنا التنافسية. انما انت تعمل مستشفى خاص استثماري
وتعمل مدرسة دولية وتعمل مدرسة خاصة وتعلم فيها تعليم كويس ولا مش كويس، والحكومة أو الدولة تطوعا تقعد تقلل في الخدمات وتسيء تقديم الخدمة والكلام ده لحساب القطاع الخاص، ده كلام مش صحيح. صح. في كل دول العالم لو عايز تعمل نشاط الدولة بتعمل نفس النشاط ونفس المستوى، طالما تحت ايديك. وزارة الصحة عندها مستشفيات اشغلها وارفع كفاءتها والكلام ده، وبعدين اخلي الخدمة الى حد ما، يعني لو هتعملها بفلوس اعملها بفلوس في استطاعتي قدر طاقتي. اعمل نظام تأمين صحي جيد. هي المسألة مش اختيارات، مش تقول لي يا اما تشرب السم ده يا اما حتى ما انا لو شربت هموت. لو رحت اتعالجت في مستشفى حكومي ما انا بتنيل ب60 نيله، ما انا بخرج تعبان واداره سيئه ومستوى سيء واشياء كثيره جدا، وهو وزير الصحه معترف بيها. ده قايل لسه كل مستشفيات وزاره الصحه محتاجه تطوير ومحتاجه. يا سلام، كلها محتاجه تطوير. طب انا دلوقتي بعمل حملات، يجي وزير نقل يقول لك السكه الحديد محتاجه كلها تطوير، وزير الصحه يقول لك كلها محتاجه. ما انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ واللي قبلكم كانوا بيعملوا واللي قبلكم كانوا بيعملوا ايه؟ ما هو نفس الكلام اللي كانوا بيقولوه كانوا قبلكم بيقولوا. يعني الدكتوره سحر ناصر بتقول احنا قانون الاستثمار لسه في كلام على ان احنا هنبحث وهنناقش وفي حوار وفي لجنه جايه مش عارف من مؤسسه ايه التمويل الدولي عشان تاني. طب داليا خرشد اللي قعدت 10 شهور في الوزاره ما عملتش اي حاجه. ده كانت لسه قبل ما تمشي بتقول ان القانون الشهر ده، قانون الاستثمار جاهز الشهر ده. انا مش فاهم الحقيقه. صحيح. فكره ان كل وزير يجي يبدا من اول السطر وبيلغي الوزير السابق ويلغي الوزير السابق. يبقى كده احنا مش يعني اقروا يا جماعه مش لازم، مش هنتحرك لو احنا بالوضع ده. انت عارف ليه بقى؟ عشان احنا ما عندناش سياسه ثابته ولا رؤيه ثابته في كل مكان نقدر نقول اللي هيجي يا سياده الوزير انت جاي عشان تنفذ الخطه دي. لو عندك حاجه تخلي الخطه دي تبقى احسن اهلا وسهلا، عندك حاجه تخلي الخطه دي اسرع اهلا وسهلا. انما تيجي تقول لي لا انا ماليش في الخطه دي، انا هعمل حاجه تانية، انا شايف الدنيا كده هتبقى شكلها احسن. ازاي يعني؟ باي منطق يعني؟ طب هتجيب منين؟ هي اذا مش تغيير، يعني هي مش تغيير اشخاص ولا استراتيجيات. ده في محافظين وزراء من اللي تعينوا جدد دول قالوا تصريحات وهم ما يعرفوش، يعني في محافظين ما يعرفوش مكان الوزاره المحافظه اللي هيروح فيها، مبنى المحافظه فين. وقال لك هنعمل وهنسوي. اهدوا شويه، تمهلوا، شوفوا الوضع وبعدين شوفوا اللي قبل كده عمل ايه. دي المشكله دي توصل لحد فينا كمل عليها ولا لا ولا عدلها. انما كله كلام 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 واحنا محلك ما ينفعش. ما باخدش منك غير كده. بص لما بتكتر قوانين في مكان في دوله، الدوله بتفسد. لما يكتر المسؤولين اللي فيها على شيء محدد برضو الوظيفه بتبوظ. خلينا نتكلم في حدود الاهداف، نشتغل مره بالاهداف. الوزير ده جاي عشان يحقق الهدف ده. انا عايز وزير مثلا للبيئه كده اقول له انت مهمتك السنه دي تنظف الزباله اللي موجوده في البلد وشكرا هديك وسام وانت خارج. انما ما اقولوش تعالى اتفضل خد حقيبه البيئه اهيت ويقعد يكلمني بقى مش عارف عن محميات ايه وعن مؤتمر ايه وبتاع، وفي الاخر الزباله لسه في الشوارع. بقالنا 4-5 سنين مش قادرين نشيل الزباله من الشوارع. في حد يقول كده في الدنيا؟ وبتكلم بقى على السياحه. انا بتكلم ما هو ده المناخ يعني هي مش معضله يعني بتكلم على حاجات يعني الف ب يعني 1 زائد 1 يا سيدي يعني العلم والانترنت يعني حاجه غريبه يعني. والتواصل عملوه عشان نبص على تجارب غيرنا والتجربه الناجحه نجيبها ننفذها هنا، مش هنخترعها. بلاش نخترع العجله بقى والنبي كتير. العجله خلصت، مفيش عجله هتطلع غير العجله دي المدوره دي. فيعني نتمنى ان يبقى فيه كلام بيتسمع ورؤيه تكون واضحه، لأن في الاخر والله في الاخر احنا مش عايزين احنا الكلام ده لينا، عايزينه بقى لابنائنا واحفادنا والاجيال اللي جايه. حرام كده، كفايه يعني. شرفتنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد يوسف العزيزي، سعدنا بلقاء حضرتك وارجو ان احنا ما نكونش يعني احنا يعني نتمنى للبلد ان تنهض يعني زي طبعًا اي دوله تانية طبعًا يعني طبعًا احنا يعني بنغير على بلادنا طبعًا يعني انا حابب ان رئيسي يبقى كويس بلدنا ودولتي تبقى كويسه وحكومتي تبقى كويسه وشيء افخر بيه وشيء يريحني ويريح اولادي. عايزين نحس كده من حوالينا في الشوارع في الناس كل حاجه في اي مؤسسه طبعًا. يعني طبعًا. شكرا جزيلا استاذ محمد، شرفتنا. مشاهدينا الكرام
بنترك حضراتكم لآخر فقرة ومن داخل مركز شباب الجزيرة اللي أقام مهرجان فنون طلائع القاهرة، واللي بيتضمن عروض للفنون الشعبية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. هنشوفكم مع هذا التقرير، وشكرا لحضراتكم، ونلتقي على خير دايما إن شاء الله. كده للساحر يا جماعه، سقفه جامده قوي. لسه نايمين، عايز صوت اعلى من كده. مين بيحب الساحر؟ مين عايز يتعلم العاب سحريه؟ زي ما حضرتك شايف طبعا معانا المركز ما شاء الله في اقبال غير عادي من الاعضاء. كمان هو بيتم تحت رعايه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وده من ضمن الانشطه المكثفه اللي بتقوم بها الوزاره على مدار العام لكل المراكز. يمكن النهارده بيتصادف معانا مركز شباب الجزيره، وعلى صعيد تاني موجود في مركز شباب ابو السعود برضو يوم رياضي ويوم واحتفاليه كبيره من اول اليوم. النهارده شايفين مراكز الشباب كلها في تعاون مستمر ما بينها وما بين بعض. موجودين في مركز شباب الجزيره النهارده، ومعانا فريق من مركز الفنون بمركز شباب عين السيره بيقدم فنون شعبيه ولادنا من الطلايع اللي هم اقل من 18 سنه. مركز شباب بولاق بيقدم برضو فقره من الموسيقى والكورال. مركز شباب التجمع برضو في فريق للكورال بيقدم عرض. ده بخلاف برضو الانشطه اللي موجوده من الاداره العامه للطلايع للانشطه التشكيليه اللي ولادنا من الاعضاء المركز النهارده حبوها جدا، وكانت مجموعه من الرسومات على الوش وبعض الاعمال الفنيه البسيطه اللي ولادنا عملوها. ده غير بعض المبادرات اللي قام بها بعض اعضاء مراكز الشباب الاخرى اللي موجودين معانا النهارده في حب مصر. الفقرات كلها اللي اتقدمت الولاد كلهم مبسوطين منها، وكان في اقبال شديد عليها. وكمان اشترك معانا فرقه تشكيل النهارده اشتغلوا في رسم على الاسفلت بحاجات بسيطه برضو، والحمد لله بننتهي اليوم على خير يا رب.